اسئله بقينا بنسمعها كتير قوي اليومين دول. هو انا اعمل فيلر ولا اعمل بوتوكس؟ طب ابتدي امتى؟ ابتدي ازاي؟ كلنا نفسنا نفضل شباب وشكلنا يفضل حلو على طول ومرتاح، بس الاهم اننا نختار المكان اللي يساعدنا ان احنا ناخد القرار الصح، ويكون المكان ده فاهم ان كل حاله ليها توقيت مختلف وحل مختلف. وام كلينكس بخبره اكتر من 35 سنه بتدي لك الحلول اللي انت محتاجها، ولكل سن ولكل نوع بشره، وبتشتغل على النتيجه اللي تريحك من غير مبالغه. معانا النهارده دكتور امل عويس، استشاري الجلديه والتجميل والليزر، ودكتور شهيره سويلم، اخصائي الجلديه والتجميل والليزر. مساء الخير يا دكاتره. مساء الفل. دكتور شهيره، خليني اسالك سؤال محرج. اتفضلي. هو لسه الفيلر له قيمه؟ لسه الناس عايزه تعمل فيلر؟ طيب حلو قوي. احنا الفتره اللي فاتت كان في الترند اللي هو النو فيلر، وكل السليبرتيز دي تند ان هم يروحوا يديسولف الاوفر فيلنج اللي عملوه. صحيح. لو حضرتك تاخدي بالك انا قلت ايه؟ الاوفر فيلنج. يبقى الفيلر لو استخدمناه صح في مكانه الصح بالاماونتس الصح، ستيل هو ما زال له قيمته وله الحاجات اللي بيعملها، ومفيش اي حاجه تانية تقدر تستبدل اللي هو بيعمله. هو بس الناس اعتقد ابتدت تقلق من الاوفر فيلينج اللي حضرتك بتقولي، يعني ابتدوا يقولوا ده ملوش لازمه. الميسيوز. تمام. الميسيوز. طيب دكتور امل، دلوقتي البنات الصغيرين ابتدوا يفكروا في التجميل قبل العادي، قبل جيلنا احنا. حضرتك من وجهه نظرك امتى السن المناسب او امتى الست تبتدي تفكر في التجميل؟ بيتوقف على انا عايزه اعمل ايه. يعني دايما البنات الصغيرين الحاجه اللي احنا ريكومند ان هم يعملوها البوتوكس. لو انا عندي تجاعيد حركيه اللي هي بتظهر مع حركه بنت صغيره يعني سن كام تقريبا؟ عشرينات، هنقول سن الكليات. مثلا لو ابتدى عندها تجاعيد الحركيه اللي هي بتظهر مع رفع الحواجب او مع التكشير او مع الضحك الشديد، دي بننصح ان هي تتعمل في الاول، لان دي بتبتدي دايناميك رينكلز، ما بتظهرش الا مع الحركه. مع الوقت بتحفر في الجلد وتتحول لستاتيك رينكلز. كل ما لحقتيها بدري كل ما كان احسن. طيب دكتور شهيره، دلوقتي كل الناس بتتكلم على السكين بوسترز او يعني حقنه النضاره زي ما بيسموها. خلاص يعني نوقف نستخدم فيلر ونستبدله بحقنه النضاره؟ الفيلر عباره عن ايه؟ هي هيالورونيك اسيد او حمض الهيالورونيك اسيد، بس مجمعينه هاي كوندنس، فبالتالي يبقى شكله شبه الجيلي شويه. السكين بوسترز او حقن النضاره هي بس الهيالورونيك اسيد مكسرينه. الاساس بالنسبه لنا الفيلر. هل الفيلر بيدي نضاره؟ بيدي نضاره. ونرجع تاني المكان الصح بالكونسنتريشن الصح. الفيلر على فكره في منه زي ما بنقول رينج واسع، في سترونج، في ميديوم، وفي لايت. كل مكان الاناتومي او التشريح بتاع الوش لو اتحط النوع المناسب في بالاماونت المناسبه هيديكي نضاره، لان الهيالورونيك اسيد بقى اللي هينتج نتيجه تكسر الفيلر والفيلر بيروح بيخلي الفايبروبلاست اللي في الديرمز تطلع الاستين وكولاجين، فبالتالي بتديكي نضاره بس بطريقه غير مباشره. فهمتك يا دكتور، فهمتك. طيب دكتور امل، الستات كلها دلوقتي عايزه تخس، تمام؟ ولما بتخس واحنا كمان كلنا كلنا عايزين نخس، مهما كنت في وزن حلو برضو عايزين نقلل اكيد. بس بيقابلنا بقى ان وشنا بيتعب. طيب بتبقى عايزه تعمل فيلر، تعمله امتى بقى؟ وهي بتخس ولا بعد ما تخس خالص؟ هو احنا عندنا الحقيقه الدهون في الوش احنا بنسميها بريشيوس فات. صحيح. لان هي كميتها قليله جدا، ولكن هي اللي بتحدد شكلنا وملامحنا. صحيح. في نفس الوقت انا علشان اخس وانا مرتاحه لازم يكون شكلي كويس. ما ينفعش ان كل حد يقابلني يقول لي مالك ان شكلك تعبانه، انت عيانه. سؤال سخيف قوي. ومش للستات بس على فكره، بتحصل للرجاله. فطبعا لازم يمشوا الاثنين مع بعض، ومفيش حاجه. احنا بنعمل في الاول الفيلر بكميات بسيطه بحيث ان انت تقدري تعوضي الفات لوس اللي فقدتيه. يعني وهي بتخس تعمله؟ اكيد. ما تستناش. ولما تخس اكتر الفيلر مش هيروح، ولكن الفات اللي موجود عندها لو كميته قلت هتحس ان وشها ابتدى يتعب. فاحنا دايما بنحاول ان هي تخس كويس بس يبقى شكلها كويس وتقدر تكمل معانا. جميل. فطبعا اكيد بالاضافه للسكين بوسترز ان هي تعوض لي الكولاجين والالاستين في البشره. ما يبقاش انا بشرتي تبتدي تكرمش او يبتدي يبان عليها سن مش سني. فاكيد طبعا بنبدا الاثنين مع بعض. تمام. طيب دكتور شهيره، في ناس بتقول ان السكين بوستر ممكن يرفع الوش ويحدده. طب ما في الحاله دي ايه الفرق بينه بقى ما بين الفيلر؟ طيب خليني هنا ابقى بريسايز قوي. الفيلر له وظائف واضحه، ليفتنج، ديفينيشن، وتعويض اي فوليوم لوس هيحصل. ده ما فيش حاجه هتتدخل غير الفيلر. تمام. السكين بوستر على اللونج ران، حضرتك لما بتعملي سكين بوستر فبتحافظي على حاجه اسمها الكولاجين بانكينج او مخزون الكولاجين في جسمنا. الكولاجين ده اللي هو بيدينا المرونه وصحه الجلد. لو حضرتك حافظتي عليه على اللونج ران
هتحافظي ان وشك اوريدي زي ما بنقول كده ايه ما بيسقطش. لكن هو اوريدي موجود فيه تهدل او تساقط، لا طبعا الفيلر الاساسي لازم الفيلر. قولا واحده. طيب دكتور امل، كانت دكتور شهيره بتتكلم على فكره ان تكرار الفيلر، كنا بنتكلم على فكره تكرار الفيلر او تكرار البوتوكس. تمام. في ناس كتير بتخاف، بتبقى محتاجه قوي تعمل بوتوكس ومحتاجه قوي تعمل فيلر، بس هي لسه عامله من سنه فخايفه تكرر وخايفه توقف، لو وقفت هيحصل ايه؟ ولو كررت كتير هيحصل ايه؟ البوتوكس مختلف عن الفيلر. قولي لي. البوتوكس الديوريشن بتاعته اقل بكتير. يعني دلوقتي الشركات كلها بتقول ان هو 3 شهور بلس اور ماينس. صحيح. بيتوقف على ايه؟ على انا جسمي بيكسر البوتوكس الماده نفسها في قد ايه. اللايف ستايل بتاعي، بدخن ولا مش بدخن، بتعرض لشمس ولا لا. فبنقول متوسط 3 شهور. يبقى المفروض ان انا لما 3 شهور تنتهي مدته وترجع الرينكلز تاني ان انا احقنه تاني. يعني مفيش مانع انها تحقن 4 مرات في السنه كل 3 شهور؟ مفيش ضرر من الفكره البوتوكس؟ كلها كمان انا البوتوكس مش بحقنه عشان اقعد 3 شهور من غير رينكلز. انا بحقنه عشان ادي فرصه ان الرينكلز دي ما تبقاش اعمق مع الوقت وتحفر، وادي فرصه للكولاجين بتاعي ان هو يبقى سيتلد في المكان يعني ده. يعتبر علاج كمان، مش بس يعتبر تجميل. علاج، وهو من الحاجات الجميله جدا واللي لازم تتكرر. الفيلر على حسب انت بتعمليه ليه. يعني احنا دايما بنقول الفيلر بنستخدمه مش عشان نعمل اوفر فيلينج، عشان نعمل اوجمنتيشن. يعني ايه اوجمنتيشن؟ يعني انا ببين الجمال بتاعي او بعوض لو عندي نقص في حته معينه، اما فيلينج زي الدكتوره شهيره ما قالت او ليفتنج. معنى كده ان انا لو حطيته بالكميه المعقوله اللي انا شايفاها في الكومبارتمنت بتاعته. خلي بالك احنا بنحقن الفيلر مش عشوائي، احنا بنحقنه في حاجات زي اوض كده اللي ربنا خالقها طبيعي، اللي هي الكومبارتمنت بتاعت الفاتس. انا بعوض بيه الفات لوس. لو انت حاطاه مظبوط بكميه معقوله مش اوفر فيلينج، لا طبعا مش هيحصل تهدل. الحالات اللي بنشوفها تهدل يا اما بتكون عامله اوفر فيلينج بكميه غير طبيعيه، او حته ان انا كل شويه بزود الفيلر شويه شويه لغايه لما حصل لي تهدل اوريدي في وشي، ده نتيجه السن او اي حاجه، وانا بعوضه بالفيلينج. مش كل ما تهدل املى. يعني الموضوع بيختلف من كيس للتاني جدا مزبوط. وعلى الطريقه كمان اللي بتحقني بيها والليفل اللي بيتحقن فيه. بالظبط. مظبوط. دكاتره نورتونا، ميرسي جدا للمعلومات القيمه. شكرا. ميرسي كل الذوق. ميرسي، شرفنا.